السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعه لكم النهارده بفيديو جديد. ده هو انا قبل كده فرزنا مع بعض القلقاس في القناة، بس انا قلت ايه، هفرزه تاني معاكم. هو ده اوانه ووقته، فقلت افرزه تاني معاكم اذكركم بيه. انا عملت النهارده القلقاس مع بعض، يعني انا عملت شوية بره وقلت ايه اوريكم الباقي نعمله مع بعض. انا كده قطعته زي ما انتم شايفينه كده. انا احب اجيب الحجم الصغير ده عشان خاطر بياخدش سوا. الحجم الصغنن ده كده ما بياخدش سوا، وبيبقى في التقطيع اسهل، وايه وفي التسويه كمان بيبقى ايه سهل، مع ان هو كله يعني الحمد لله يعني ده اوانه، فما بياخدش غلوتين على النار. انا بقطعه معاكم اهو بالطريقه دي كده. بقطعه معاكم بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده، بقطعه صوابع، وبعدين هقطعه بقى ايه مكعبات بالحجم بقى، كل واحد بالحجم اللي هو عايزه. بصوا بقطعه كله مقاس واحد كده، بقطع الصوابع كلها مقاس واحد عشان خاطر ايه اعرف اطلع المكعب اللي انا عايزاه. طبعا كل واحد بطريقته، هو بقى بيقطعه بالحجم اللي ولاده بيحبوه. انا بصوا زي ما انتوا شايفينه كده، باخد مثلا الصباع الكبير على 3، الصباع الصغير على 2، الحجم اللي انتوا شايفينه بالمنظر ده كده. وبخلص بقى الكمية كلها اهي شايفين، هو ده الحجم اللي انا بحبه، وهو حجم مناسب لكل الناس، يعني اللي عايزين يعملوا بالحجم ده. حجم جميل وحلو. بقطع معاكم واحدة تانية قصادكم. هو كله انا جايباه مقاس قريب قوي من بعضه، وهو الايام دي جميل واحمر كده وجميل يفرح. بصوا يعني الله اكبر عليه، ما شاء الله حلو، وكان مسلس في ايدي وانا بقطعه وبيطلع ميه كده. تعرف انه القاس الحلو من الطريقه دي. خلاص انا قطعته صوابع ورجعت بقى قطعته اهو زي ما انتوا شايفين. وبحطه بقى بعد كده هكيسه في اكياس، بس انا بسيبه شويه كده يتهوى، لان انا ما بغسلش القاس، انا بمسحه بس. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.